بقى ان شاء الله وربنا يكرمك ويجي لك الانفيتيشن، بتبقى انت مطلوب منك ان انت تدفع بقى خلاص فلوس الفيزا، وهي دي رابع حاجة وهي دي اخر حاجة انت بتدفعها، وهي دي اللوكشة بقى الكبيرة، دي الرقم الكبير. طيب بيبقى عبارة عن ايه؟ تمام. هو ما يوازي كده لو انت لوحدك، لو انت لوحدك من غير زوجة او من غير طفل او من غير اولاد او حاجة، وعايز الفيزا دي لوحدك انت سنجل، فبتبقى الفلوس بتاعتها حوالي 1000 4800 استرالي. ده لو انت لوحدك، لو انت الابليكانت ده انت لوحدك انت بس اللي عايز تسافر. طيب لو انا بقدم فيزا مثلا ليا والزوجة والاولاد، تمام، باختصار كده هتلاقي ان الزوجة هتدفع لها نص الرقم اللي انت دفعته، يعني تقريبا 2400 دولار، والرقم ده طبعا استرالي. والاولاد كل واحد هيبقى نص، يعني هيبقى ربع الرقم ده، هيبقى تقريبا 2000، اسف 1200. فهتلاقي مثلا ان انتوا لو اسره 3 افراد، فهتلاقي ان انت علشان تقدم على الفيزا هتبقى انت دافع 4800 ده ليك، و2400 ده لزوجتك، تمام، يعني بتتكلم مثلا في 7200. وبنتك مثلا او ابنك 1200. فهتلاقي ان انت المبلغ بتاع الفيزا تقريبا ما يوازي 8400 استرالي. ده الرقم طبعا اللي هو الكبير، علشان ده الرقم ده اللي هيتضرب في كتير طبعا في الاسترالي. لو انت حسبته بالمصري فبسعر الايام دي هتلاقي انك بتضرب تقريبا في 30 وشويه او 31.